السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أم الأحرار الشاعرة جهينة من العاصمة الحبيبة صنعاء. شايفين الشعارات الكذابة هذه؟ بإذن الله، بإذن واحد أحد بنمحيها لأنه الوعد اقترب يا صنعاء. أشتيكم توصلوا صوتي هذا ورسالتي هذه لعبدو ميراندا. قولوا له الشاعرة جهينة بتقول لك لا سلم الله فيك ولا عظمة. والله يا إن حذاك المرأة اليمنية أنظف وأطهر من وجهك القبيح اللعين. ووالله إن المرأة اليمنية أرجل منك يا عبدو ميراندا. المرأة اليمنية أرجل منك. بنتكلم من داخل شوارع صنعاء، لكن أنت فين أنت؟ جالس تبربر زي المسجلة الخربانة من خلف الشاشات، وتهايط من خلف الشاشات وما شفناك في الميدان يا عديم الرجولة والشرف يا مطعون الرجولة. طبعا هذه الفترة وهي أصلا من 26 سبتمبر وهو اعتقالات، بس هذه الفترة اعتقالات بشكل واسع وكبير جدا. من يوم ما أمريكا بدأت تقصف علينا والحوثيين شغالين اعتقالات في جميع الأراضي المحتلة بحجة أنهم جواسيس. طبعا الحوثيين الروافض أحذية إيران خرجوا لكم المساجين في عهد اللي كانوا مسجونين في عهد علي عبد الله صالح، خرجوهم وجندوهم في صالحهم وعبوا السجون بالأبرياء وبخيرة رجال اليمن وبالمشايخ وبالنساء وبالأطفال. والله حتى الأطفال ما سلمت منهم. فيا أبنائي الأحرار، أول ما تدخلوا صنعاء وتدخلوا الأراضي المحتلة هبوا لإنقاذ المساجين. وأنا على يقين وعلى ثقة بأنه أبنائي الأحرار بيجيبوا راس عبدو ميراندا ويعلقوه في باب اليمن ويصلبوه علشان يكون عظة وعبرة لكل واحد خبيث تسول له نفسه إنه يعبث في أرض اليمن. ما هوش عبدو ميراندا بس اللي دمر اليمن، بل كل من شارك هذا الخبيث اللعين هم سبب في اعتقال الأحرار وقتل الشرفاء ودمار اليمن ونهب وسلب ممتلكات الأبرياء وجلب أمريكا ونشر الفساد والرذيلة والجهل والتخلف والفقر وكل حاجة قبيحة. الأمل في أحرار وحرائر اليمن في أخذ الثأر من هؤلاء الخونة اللي الدماء الفارسية تجري في عروقهم. أملي في أبناء الوطن الأحرار إنهم يبنوا هذا الوطن الجريح الذي لوثه عبدو ميراندا وزبانيته. لا مكان للحوثي في أرض اليمن، فلا اليأس ثوبنا ولا الأحزان تكسرنا. يا أبنائي الأحرار، احذروا من أعدائكم أعداء العقيدة، فسياستهم فرق تسد، فبهذه يحكمون، ففي اتحادكم قوة ودمار لهم. وختام قولي أقول الوعد صنعاء بنخلصها من كل الطامعين ومن كل الخونة ومن مطعونين الرجولة، فأرواحنا ترخص من أجل العقيدة ثم الوطن. لا مكان للحوثي في أرض اليمن.